اسم رقلاقة دور 44. نحن في ضيافة شخصين مهمين، السيد محمد صوبا، أستاذ ومعلمة من معلمات المنطقة، والسيد سعيد شمسي، دكتور وباحث في علم التراث والآثار. نبدأ بالتعرف على يعني تراث المنطقة. سي سعيد، باش يمكن لك تقول لنا على المنطقة التراث. كنشكر المستضيف ديالنا سيدي محمد السلطة على هذه الاستضافة الكريمة في المنزل العامر ديال الوالد ديالو الله يبارك الله، باش لأنه هو أساسا مهتم وباحث في تراث المنطقة، واستدعاني المرة اللي فاتت ولا المرة هذه جينا باش مزيد من التوضيح ومزيد من البحث على التراث ديالو. وكنشكر حتى المنبر ديالكم حتى هو يتيح لنا الفرصة الجمهور المغربي الواسع يتعرف علينا ومن خلالنا يتعرف على التراث تاع المنطقة ديال باكوس وديال السوارية وديال سيدي حسين. بالنسبة لتاريخ المنطقة يعني هي معروفة بزاف منذ ظهور الإسلام. كيف ذلك؟ يحكى أن صحابة من سيدنا عيسى كانوا استقروا في هذه المنطقة يعني في القرن الأول الميلادي، فرارا من بطش الرومان حينما يعني بدأوا في تعرض صحابة النبي عيسى عليه السلام، وحينما كذلك بدأت بعض الخرافات تطال الدين المسيحي الحنيف الذي فيه التوحيد مثل الإسلام، وهاد الناس يعني قطعوا يعني طريق طويلة من فلسطين حاليا إلى المغرب الأقصى، يعني طويلة، واستقر بهم المقام هنا في مصب نهر تاسيت في القرن الأول الميلادي، يعني وبقيوا يعني على التوحيد، يعني كما نزل على سيدنا عيسى ما كاينش هذيك الثالوث المقدس، الابن والروح والاب والابن والروح القدس، هذاك الشيء غير جاء من بعد يعني تحريف لإطار المسيحية الحضارات فعلا. ولكن هاد الناس اللي جاوا هنايا هما سبعة واستقروا هنا في المنصب ديال نهر تاسيت، وهما عندهم الانجيل كما انزل على سيدنا عيسى. الانجيل تيتحدث على ظهور واحد النبي بعد يعني فتره من الزمان، هذا النبي غيكون هو اخر الانبياء هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتا هو يدعو الى التوحيد. هما بقاو كيتوارثوا هذا السير ابا عن جد يعني طيلت 6 قرون. النبي صلى الله عليه وسلم محمد ظهر سنة 622 يعني في القرن السابع الميلادي، حينما سمعوا بالعلامات التي يعني ذكرها لهم النبي عيسى أو ذكرها لأجدادهم، آمنوا بهذا، زاد إيمانهم وذهبوا لمقابلته من هنا من قرية أبوس إلى مكة المكرمة، يعني قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ذهبوا إليه في مكة المكرمة. يعني ما شدوا ديك كلمة الشرفة ولاو الشرفة فعلا. استقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم، عرفهم وعرفوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم راه كينزل عليه الوحي يعرف شكون جاي عنده قبل ما يوصل عنده، وآمنوا بالدعوة ديالو. وحنايا كمغاربة يعني السكان ديال منطقة الأسي كنفتخروا بأن أول من آمن بالدعوة المحمدية والنبي محمد صلى الله عليه وسلم هما ناس منطقة أبوز، يعني إقليم أسي، وهما عن طريقهم يعني لما مشاو قابلوا الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به أعطاهم واحد الكتاب لأهل المغرب، وهما ساهموا في نشر الدعوة الإسلامية قبل مجيء الفاتحين العرب إلى المغرب. يعني الفتوحات الإسلامية للمغرب الأقصى كانت في 68 هجرية،
يعني هما راه قبل الهجره بشي 8 سنوات، الا زدنا 68 على 8 سنوات هي تقريبا واحد 84 سنه اللي هما ساهموا في نشر الاسلام قبل ما جاء الفتح للعرب. علاش؟ اهل المغرب يعني اقبل الناس للدين الاسلامي واكثرهم تشبثا به الى يومنا هذا، لان الاسلام دخل المغرب عن طريق يعني هاد الصحابه ديال عيسى عليه السلام قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم ب7 قرون. هنايا الاسم ديالهم ما غلطوش انا مزيان شخصيا، سيدي محمد كان هو انا قرأت الحبار يعني مشوا عند الرسول. لا ماشي اللي مشاو عند الرسول، الصحابه ديال عيسى. الصحابه اللي كانوا واش مع الرسول؟ لا ماشي اللي مشاو سيدي واسمين ولا اللي مشاو اللي جاو من المشرق جاو لهنا استقروا. انا ديالي شويه صعبه. انا عاقل على طلحه. كاين ارتن، كاين علقمه، علقمه وطلحه. طلحه هي اللي من بطقه منها كلمه التون لا تمام. هذاك هذه جات من ارتنو، داك السيد اللي كلفوا عقبه فيه باش هو اللي يكون الامام ديال هذاك المسجد اللي اقاموا بحربان. معناه انه هذاك الاسم ديال ارتنو استمدوا من هذاك السابق ديالهم، السلاله ديالهم، بحال محمد كيتختار شي واحد اللي كيتسمى محمد كذا. نعم كانوا محافظين هذيك التراتبيه العائليه. هاد الناس هما كانوا خمسه اما السبعه هما اللي مشاو عند الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي منهم الجد على كاع ديال هو سيدي عيسى المخابي. هذا ما هضرناش عليه، سيدي عيسى المخابي، وهذا سمي المخابي لان عندها سبب، هو انه كان ايام عندما كان المغرب يتعرض الى الاعراض الجاهليه، كان هذاك السيد يقوم بصباغه الاثواب ديال المجاهدين، ثياب المجاهدين، مره خضراء مره كذا، باش يتماسكا على هذوك المحتلين. وبقى لحد الان الخابيه ديالو الدخان ديال داك الحموم ديالها بقى سيدي عيسى. سيدي عيسى هو الجد ديال هذا المال. شحال بين سيدي عيسى هو جا غادي يكون واحد على الزاويه واحد 8 كيلومتر ديال 10 واقل ربما. باش اتجاه الجنوب. الضفه ديال هو الضوء كان فيه البارح. لا 8 كلمات فيه ثلاثه الادوار، فيه سيدي عيسى المخابيه، وفيه سيدي ابن القاسم هذا، وفيه سيدي حسين وشنا كله على الاكلين ديال السواره. على ذكر سيدي حسين ولا سيدي القاسم، الموسم فيه محطات اللي معروفه، يعني اول نهار الموسم حتى الاخر. هو سيدي القاسم هذا هو كان تلميذ ديال سيدي حسين. كتقول الروايات بانه في هذيك الخيمه سيدي حسين طلب الناس تبع الكلاله انها تنصب في سيدي القاسم قبل من سيدي حسين. لماذا؟ في حياته. في حياته، لانه كان تلميذ نجيب، كان تقي ورع، وكان هو على ضفه الوادي حتى قسمه حميد بوش تما في كاين هو. معناه انه كان كل منطقه اقتصاديه وكل طريق تجاريه الا فكان كينتشر فيها هاد الناس الصوفيه. شوف تقريبا المغرب راه من طنجه حتى الكويره راه كل الشواطئ المغربيه مليئه بهذه الاضرحه ديال الاولياء. لماذا؟ لان كانوا كلهم مركزين على الجهاد. الجهاد لان واحد الوقيته كنعرفوا من المغرب اللي حدوا البرتغال، راه السلطه ديال البريطانيين راه عجزات امامه، ما بقاتش كل جهادي يدافع عن المغرب. هما الزوايا ولا سيما الزاويه الجازوليه والشاذليه، هادو هما اللي كانوا كيأثروا، هما اللي عبوا الناس وأثروهم باش يجاهدوا ضد المحتل الداخلي اللي احتل المغرب. حتى انهم كانوا كيكفنوا الناس، كيتكفنوا باكفان ديالهم ويبقاو الى الجهاد ويحملون مناجيل بدل السيوف، مناجيل وعيصين. المهم الذي عبى وحمل رايه الجهاد في المغرب
هما الزوايا. والزوايا كيفاش احتاجوا الزاويه ديال اذا هما كما قال الاستاذ راه عندهم واحد في السياق التاريخي راه عندهم واحد امتداد من الحواري ديال الى الناس اللي مشاو عند الرسول صلى الله عليه وسلم. فطبعا تكون هذه المنطقه مادام كما قال السي ان هذا راه فخر لينا حنا هنا في المغرب في هذه المنطقه، لان كانوا اولا الناس اللي امنوا بوحدانيه الله وجل الله، ثانيا الجهاد، ثالثا المآتي المساجد الاولى، الرباطات رباط اكوز ورباط يعلى هو قريب لنا، رباط يعلى المصلي وهو من اقطاف الكراكه، ولا ننسى حتى سيدي شيكر وهو الفراغي تركه عقبه بن نافع لكي ينصر الدين في تلك. ويقال بان الرساله التي منحها رسول الله يعلى بن مصلي تركها عند شيكر، كتبت برقي الغزال، الرق ديال الغزال، شد ديال الغزال، فتما بقات كيقولوا راه عند فلان تما او ربما لحد الان هذا مكون من العلماء ولا شك ان ما تدفنت في الارض غتكون تعرضت للتلف، لانه يمكن شيء من القرن من سنه 68 هجريه الى 2000 الى 1444 يمكنش تبقى صامده الى الوقت. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.